السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم باشمهندسين جميعا. يعني النهاردة موضوع السيشن هيكون على موضوع الانتجريشن ما بين الكي ان اكس وموضوع الاتش فاك. يعني أنا عارف إن الموضوع ده أحيانا بيبقى فيه شوية مشاكل، خاصة نقص الخبرات اللي ممكن تكون موجودة في المجال ده نتيجة تنوع أنواع المكيفات الكتير أو التكييفات. فحبينا النهارده يكون معانا مهندس ضياء، يعني بخبرته الواسعه في موضوع الكي ان اكس والربط مع الاتش فاك. فمهندس ضياء النهارده كده هياخدنا في اجنده سريعه كده ملخصه من 3 نقاط. النقطه الاولانيه احنا هنتكلم جنرال توك كده على موضوع التكييفات عشان بس نفهم منظومه التكييف. الجزئيه الثانيه هنتكلم على موضوع الانتجريشن ما بين الكي ان اكس والاتش فاك، المنظومات المتنوعه بالكامل، وازاي ان احنا نعمل سيلكشن، وازاي ان احنا يعني نشوف مثلا لو في يعني كيس ستادي سريعه كده، ازاي ان انا اقدر خلاص احدد نوع التكييف وبالتالي احدد الجيت واي او احدد مثلا فان كل الكنترولر او الاكتويترز اللي انا هستخدمه. ثم بعد كده الانتقال لاشهر المشاكل اللي ممكن تكون بتقابله وازاي ان هو بيتغلب عليها يعني. فانا عامل شير سكرين، ومهندس ضياء برضه هيشرح لنا الموضوع باذن الله يعني. اتفضل. تمام. مساء الخير، مساء الخير باشمهندس احمد، لك الله يعز وللشباب حضرتك. جميعا. الله يعز حضرتك. يسعد مساكم شباب. حنبلش يعني باغلب انظمه التكييف اللي ممكن تمر معنا او حتمر معنا يعني وطريقه الربط والمشاكل اللي ممكن تصادفنا وهيك يعني. والانظمه المعقده منها يعني ممكن يتفرع من سيستم لسيستم ثاني او يكون في ارتباط بيناتهم او شيء. فحنبلش ان شاء الله باول سيستم. ممكن السلايد اللي بعديه باشمهندس. هلا غالبا ابسط شيء حيكون معنا هو السبليت، هو التكييف العادي جدا اللي هو نتحكم فيه عن طريق الاي ار، ونستخدم يعني في اي ار جوت واي من اغلب البراندات الموجوده عاده. مثلا في جي في اس بتقدم لكم اللي هو بيكون سيلينج اي ار، وفي عندك مثلا من زينو في قطعه كمان جميله جدا. وفي الاشهر والاجمل هي اللي بتكون الانتسس يونيفرسال اي ار، بتكون جدا سهل التعامل معها، وضايفين عليها موضوع الاوتو ليرن يعني سريع جدا وبسيط وسهل. يعني وفي عندنا من انتيرا كمان، وفي عندنا براند الدروب اير اللي هو الياباني. هذا يعني من 4 سنوات او 5 سنوات داخل جديد على موضوع الكينكس وهي الاشياء ان شاء الله، واثبت جداره قوي يعني. فبالنسبه لموضوع السبلت اتوقع اسهل شيء. اذا ممكن باشمهندس نروح على السلايد اللي بعديه لو سمحت. هلا في عندنا تقريبا موضوع الدي اكس او الفي ار اف. هلا نحن عاده بندخل على خلينا نحكي عن الفيلا او عن الشقه السكنيه، او بنلاقي انه في وحدات داخليه بتكون باسقف تقريبا يعني بسموها فان كول يونت، بتكون موجوده بالحمام او بالسيرفيس اريا او بهيك شيء. وهي يعني مربوطه بوحده خارجيه او مربوطين اكثر من وحده داخليه بوحده خارجيه، مثل الفي ار اف سيستم او الفي ار في اللي هو على اليمين. وفي عندنا موضوع الدي اكس اللي هو عادي بتكون كل وحده خارجيه معها وحده داخليه. فالفرق بينهم انه الفي ار اف بيكون وحده خارجيه لاكثر من وحده داخليه، يعني بتكون 4 او 5 او 6 او حسب المصنع، يعني سواء ال جي او كارير او توشيبا او ميديا او جنرال، يعني هم المشهورين. فالفرق بينهم بس بيكون انه الخارجيه بتكون مربوطه مع اكثر من وحده داخليه. بيكون ممكن في عندنا احتمال ثاني انه نحط الفي ار اف جيت واي اللي هي حتربط دايركت مع الاوت دور يونت، اللي هي يعني وبتعطي كنترول كامل للاندور يونت، اللي هم اساسا مربوطين ببعض بكيبل بينقل اشاره عن طريق موضوع ار اس 485 عاده. وبتكون ادرسبل، يعني كل وحده من الوحدات الداخليه بيكون لها ادرس معين بيتم التحكم فيه عن طريق الفي ار اف جيت واي. بالنسبه لموضوع الدي اكس، هو بيكون حصرا كل وحده لها اي سي انترفيس، يعني بتكون مربوطه مع الوحده الداخليه اللي هي الاندور يونت، بيكون في اي سي انترفيس. وكمان بيرجع موضوع اختيار الاي سي انترفيس حسب الشركه المصنعه وحسب البورت وحسب المشاكل القديمه اللي صايره معك. ممكن يكون متاح عندك انك مثلا على سبيل المثال تستخدم انتسس مع الوحده الداخليه، بس حتصادفك مشاكل كتير لما تستخدم انتسس مع الوحده الداخليه. فهاي ان شاء الله نحكي عنها اكثر بالسلايدات اللي بعديها. طيب يا باشمهندس، هو برضو توضيح للنقطة، يعني حضرتك تقصد إن مم. السنجل سبليت هو حضرتك اللي مم. تقصد بيه الدي اكس،
بحيث بس دي ان اكس. الامور تبقى واضحه. والسنجل سبليت هو بقى الانواع المختلفه اللي موجوده فيه، سواء ككونسيلد، او مثلا صحيح. سواء اللي هو يعتبر بيبقى شبه الويندو اللي بيبقى موجود عندنا في السقف. صحيح، شبه الويندو او شبه السبليت، بس بيكون يعني بطريقه ديكوريه معينه، معمول بحيث انه تكون الاندور يونت مثلا مخفيه بمكان، وفي دكت بيسموه اللي هو بينقل الهواء على الغرفه، يعني تجنبا لموضوع الصوت وموضوع شفت انت لو حاطط المكنه بالغرفه حيكون في ازعاج، في صوت عالي وكذا، فبيتجنبوا هذا الموضوع، بيحطوها بالسيرفيس اريا، بالكوريدور عاده، بالمناطق يعني الخارج الغرفه تكون. والتحكم في الحاله دي بيكون اصلا من خلال الوحده الداخليه، مش من خلال الوحدات الخارجيه، في سواء صحيح في البي صحيح. ار اف او السنجل او السنجل سبليت. تمام. هلا بالفي ار اف في عندنا احتمال ثاني، انه نحط في ار اف جيت واي بتكون مربوطه دايركت مع الوحده الخارجيه، ونقدر ناخذ فيها الادرس بتاع كل الاندور يونتس ونتحكم فيها على هالاساس. هذا الفرق بينهم، عرفت كيف؟ يعني السنجل بالفي ار. سبليت يعتبر كل حاجه بقى من كل الاشكال اللي موجوده عند حضرتك دي، يبقى كل واحده منهم ليها طريقه في التحكم مختلفه. صحيح صحيح، كل واحده فيهم لها طريقه تحكم مختلفه، ولها يعني موديل مختلف من الجيت واي. يعني انت ما في عندك براند موجود انه اعطيك كل الاحتمالات للاسف، يعني ما في حل كامل من براند واحد، ما في. طيب هي فموضوع. يعني هي حتى مثلا السنجل سبليت اللي موجود قدامنا والفي ار اف، ممكن نبذه مم. سريعه عن طريقه تحكم مثلا اي كل صوره موجوده قدامنا؟ تمام اكيد، اذا ممكن نروح على السلايد اللي بعديه باشمهندس. مش حاضر. تمام. هلا في عندنا يعني احد الخطوات اللي بنتخذها عاده، انه بناخذ الموديل نمبر تاع الاندور يونت، في حال كان عندنا دي اكس، او خلينا نحكي في حال عندنا كان في ار اف. بناخذ الموديل نمبر تاع الاندور يونت، وندخله على في عندنا موقع الانتسس. هو الانتسس براند شهير بموضوع الاي سي انترفيس، براند اسباني اتوقع، او اسباني. اسباني يعني. ففي عندهم يعني الموضوع الكومباتيبلتي، بس بتحط الموديل نمبر وبيعطيك الحلول اللي ممكن، يعني اللي ممكن تتحكم فيها مع الموديل نمبر، مع الداتا شيت، مع كل شيء. طب وفي فهي حاجه تانيه اللي ممكن تكون غير الانتيزز، يعني مثلا هو اكيد هل اكيد الانتيزز كريفرنس، ولا ممكن يكون اكيد. في اكتر من حاجه تانيه غيره؟ هلا هو الانتسس بيقدم لك 70% من الحل، مش كامل الحل. يعني في بعض الموديلات مثل يورك، في عندك مثل موديل يورك، او في عندك حتى الاو جنرال نفسها، بعض الموديلات مش موجود الحل تبعها عند الانتسس. يعني حضرتك تقصد كده ان يرجع موضوع الكومباتيبلتي بتاع او الكومباتيبلتي تول اللي موجوده في انتيزز لانواع المكيفات اصلا، يعني وكل صحيح مكيف 100% هو 100%. البارت نمبرز. يعني مثلا على سبيل المثال حضرتك قلت او جنرال، فاو جنرال معنى كده ان هو يعني كبراند او جنرال ممكن يكون اصلا من الاساس مش موجود جوه انتيزز، فبالتالي انا لو سرشت بالبارت نمبر بتاع الاندور يونت انا اصلا مش هلاقي حاجه. تمام 100%. بالحاله دي نبلش يعني نعمل خطوات، هي زي خطوات. اولا خلينا نبتديها بالانتسس مثلا، او مثلا في حاليا من زينيو صاير في شويه اي سي انترفيس، يعني بخصوص الميتسوبيشي، وشغال اموره تمام 100% يعني. ويعني بعض البراندات الثانيه، مثلا في عندك من انتيرا، في عندك جي في اس، لحد الان ما في شيء مباشر مع الاي سي انترفيس. فعمليا نحن بنبلش سلسله البحث من الانتسس، عاده هيك نتصرف فيها. في حال الانتسس ما غطى الموضوع، او في عندك الانتسس مثلا على سبيل المثال كان عاطي حل للكارير اللي هي بتجي البي سي بورد بتاعها من توشيبا، وبرضه مش شغاله تمام، يعني في عامله مشاكل بالحاله دي، فنضطر نروح على حل ثاني هيك، عرفت كيف؟ مم. طيب اشهر يعني حضرتك مثلا قلت دلوقتي ان يعتبر 70% موجود يعتبر في انتيزز. تقريبا الريفرنس 70% ويب سايت تاني م- او التول التانية اللي انا ممكن مثلا تلقائي لو انا ما لقيتش في انتز مثلا البارت نمبر بتاع المكيف اللي انا هشتغل بيه، اروح على اني تول م. تانية او اني ويب سايت تاني؟ هلا يعني اشهر من هنا الادوات الموضوع ذكرت زينيو انتيرا وهكذا، مين يعتبر اقوى واحد بعد انتز اللي فيه يعتبر مثلا نقول ال 20% تانيين؟ هلا عادة مثلا اذا خلينا نحكي على سبيل المثال اللي هو كارير، اللي بيكون البي سي بورد بتاعه تصميم شركة توشيبا. يعني احيانا شفت كارير بيتعامل مع توشيبا، مع ميديا، مع كذا براند، اكثر من براند. فهو للاسف انت اذا حطيت الموديل نمبر بتاع الاندور يونت على الموقع الانتسس، حيعطيك انه في حل، ولما حتجيب القطعة وتطلبها وتوصلك وتجرب، حتطلع معك مشاكل كثير. ايوه. فبالحالة دي ممكن نروح على مثلا على سبيل المثال نتبع الخطوات المنطقية. إذا رحنا على زينيو نفس الموضوع، زينيو مع الكارير الحتة دي مش شغالة. فبنروح على شيء مثلا من انتيرا برضو مش شغالة.
بهالحاله يعني في عندك حل من حلين، اما يعني نروح على اخر شيء اللي هو الكول ماستر، وحاليا يعني التعامل معها واقف شوي معروف. الكول ماستر لاسباب احنا عارفينها. فانا حاليا بروح على براند اسمه دروب اير. حاليا صار كاين اكس من جديد، يعني هو صناعه يابانيه ويعني مقدم لك 99.9% من حلول التكييف يعني مع يعتبر الاندور مثلا يونت. ممكن يكون اقوى من انتسس. اقوى من ليك للامانه، اقوى من انتسس بعض الموديلات ايه. طب حضرتك ذكرت ان في واشمل. مجموعه من امم الخطوات المنطقيه اول مثلا لما بيجي معايا موضوع التكييف او مشروع بيبقى امم قدامي مجموعه من التكييف بروح على خطوات منطقيه. اول حاجه امم منها بسرش مثلا على حاجه زي انتسس لو مثلا مش موجود عندي ومش لاقي امم على الويب سايتس التانيه. حضرتك ذكرت امم ان مثلا في حاجات ليها علاقه بالبي سي بي بورد وكده. تمام 100% صح مثلا انا صح. لو انا قدامي كيس ستادي مثلا فور اكزامبل اي مكيف كان وخلينا امم نتكلم على اصعب مثلا مكيف، ايه الخطوات اللي انا ممكن ابدا اعملها بحيث ان انا اقدر خلاص احدد الجيت واي او احدد الاكتويترز المناسب يعني. تمام لان تمام الجيت هلا. عارف بيبقى امم داتا والاكتويترز بيبقى باور، فايه صح بقى احدد الحاجات دي مثلا ازاي بقى من خلال البي سي بي بورد. صح. هلا اهم من هذا كله انه نعرف نحن المكيف شو نوعه، يعني التكييف نوعه ايه، سواء في ار اف، سواء باكج يونت، سواء مثلا بعض الاحيان بيصادفك شيء اسمه في اي في او سي اي في. يعني ممكن احيانا يكون عندك تبريد مائي، بسموها تشيلر، هاي بتكون وحدات مائيه انت بتتحكم بالفالف بتاعها بس بالانبوب. فنحن اذا بنروح السلايد اللي بعده بنبلش هيك نحكي شوي طيب حاضر. تمام. هلا هون اخذت مثال على ميتسوبيشي، وحده ميتسوبيشي اللي هي دي اكس، جميل. اللي شايف هنا هي وحده دي اكس. وفي عندك الوحده الداخليه اللي هي فوق، وعندك الوحده الخارجيه اللي هي تحت، وعندك اخذت صوره من البي سي بورد وطريقه الربط مع كان الاي سي انترفيس هنا انتسس. ففي عندنا الثرموستات الاساسي اللي هو اوريجينال ثرموستات متوصل ومكانه بالضبط يعني. وفي عندنا ضفنا الكي ان اكس اي سي انترفيس اللي هي من انتسس، بناء على السيرش اللي عملناه على الموديل نمبر بتاع الوحده الداخليه وطلعت معانا دي. طيب يعني هي كده كده دي البورد اللي حضرتك قصدك عليها ان احنا هنعمل كونكشن على البورد ذات نفسها. صحيح، هي اللي هي اندور يونت بي سي بورد صح. طيب وفي الحاله دي احنا بقى مثلا يعني البورد دي بيبقى فيها مكان للكي ان اكس. صح صح فيها مكان، مش دايركت كين اكس، يعني الكين اكس لوب حيروح على الكين اكس اي سي انترفيس اللي هي حاطط الماوس عليها حضرتك كنت. ومن الاي سي انترفيس في كيبل خاص حيكون سي ان 105 البورت بتاعه على سبيل المثال، يعني هي عرفت كيف. وحيكون مكانه فاضي وجاهز، بس انت بتجيب الكين اكس اي سي انترفيس والكابل بيكون موجود معاها، حتى بتوصل كين اكس اي سي انترفيس وعلى البي سي بورد. أها. حضرتك قلت اسم البورت ممكن يكون ايه؟ 105 بالحاله دي. 105. امم وبس هنا في ملاحظه، يعني الشيء بالشيء يذكر. مم. في بعض المكيفات اللي بتكون لها رقم موديل معين بشاركه معك ان شاء الله، حيكون عندك السي ان 105 موجود ومش حتشتغل معك الكينكس اي سي انترفيس اللي هي من متسوبيشي. طيب وفي الحاله دي بقى السيرموستات امتى ممكن اغير السيرموستات؟ يعني امتى مثلا ممكن اخلي السيرموستات مم. الاوريجينال سيرموستات مم. وامتى ان انا ممكن اغير لازم اشيلها من المشروع عندي؟ هلا 80 90% يفضل يبقى الاوريجينال ترموستات موجود عشان موضوع الصيانه وعشان موضوع الايرور. هلا في عندك بعض انواع الايرور، يعني سيبك موضوع الاوتوميشن، لو التكييف شغال مع نفسه وصار ايرور مثلا فلاتر او شيء، انت بتطفي التكييف وبتشغل الترموستات خلص بيعمل ريستارت لموضوع الايرور. بينما انت لو شلت الاوريجينال ترموستات حتضطر كل مره انك تفصل الكهرباء عن المكيف كامل وترجع تشغلها عشان يشتغل. ف 90% من الحالات بضل الترموستات متوصل، طب وهي وهل شركات الانترفيس عارفين هذا الشيء ومتعاملين مع هذا الشيء تقريبا. وهل في حالات بقى انا ممكن اسيب فيها السيرموستات ان بارل امم مع مثلا الكيباد والسيرموستات؟ يعني بنفس الغرفه تقصد باشمهندس، ولا اه. يفضل بنفس الغرفه؟ ما يعني انت حسب ما تختار قراءه الحراره من وين يعني. يعني انت لما تبرمج السكرين اللي عندك مع الكي ان اكس هتاخدها يعني از اكسترنال تمبريتشر ولا انترنال تمبريتشر. هي فيها سنسور صغير حيكون، فاذا عملت اكسترنال هو حيفضل ياخذ من الاوريجنال ترموستات اللي هو متسوبيشي او كارير او جنرال او.
طيب ماشي، انا كده برضه عشان يعني ما اكونش برضه باخد من وقت حضرتك، برضه لو في اي حاجه برضه الاسئله اللي ممكن تبقى موجوده عند الناس، يعني احنا في مجموعه من الناس كانت بعتت لنا اسئله، فالاسئله اللي مم. انا ذكرتها لحضرتك دي كانت من ضمن الاسئله اللي مجموعه من زمايلنا يعني بعتوها. هلا فممكن. اهم شيء. اهم شيء الموضوع هو يعني بيكون عباره عن خبره تراكميه. للاسف ما في ستاندرد معين للتكييف يشمل لك المشاكل اللي ممكن تواجهك. فانا بحكي لك من الشيء اللي جربناه، انه موضوع الميتسوبيشي على سبيل المثال في بعض الموديلات لو حطيت الموديل نمبر بتاعها على الانتسس حيعطيك انه القطعه موجوده، وحتطلب القطعه وحتجيك القطعه وحتجرب القطعه، مش حتشتغل معك ابدا ولا حتستجيب لاي امر. ليه بقى؟ ف يعني هو البورت موجود سي ان 105 بس مش فعال، بيكون بالبي سي بورد نفسها بتاع الميتسوبيشي. طب ودي في الحاله دي كده هيبقى ليها حل ولا المفروض في خلاص؟ الحاله دي عندك حلين. هلا هو دائما في حل الحمد لله يعني دائما في حل، كل مشكله لها حل. بالحاله دي في عندك حلين، انه اول شيء تجيب في بسموه من متسوبيشي بيكون اي ار يونيفرسال. مم. يعني بيكون هو الاي ار ريسيفر من شركه متسوبيشي نفسها. بيكون قطعه بتتوصل بالبورت سي ان 90 رقمه، بيكون بالبي سي بورت نفسها، وانت حتجيب شيء بالمقابل يكون كي ان اكس اي ار، يعني سواء انتيرا زينيو انتسيس، وحتحطهم يعني مقابل بعض هيك بزاويه معينه وحيصير في تحكم. هاي اول حل. الحل الثاني في القطعه اللي ذكرت لك براند اللي هو الياباني الدروب اير. في له بورت دايركت مع السي ان 90. يعني هي الفكره انه نحن ازاي حندخل على البي سي بورد الا من سي ان 90، يعني سي ان 105 مفصول او مش شغال، او الشركه المصنعه حاطينه بس بدون ما يكون فعال او شيء. فحنروح لحل ثاني انه نحاول ندخل عليه بطريقه السي ان 90. فهمت حضرتك اه. طيب اتفضل حضرتك برضو كمل شرح عشان برضو ما اكونش بعطل حضرتك، انا لو برضو في اسئله اللي هي اتبعتت وكده في اثناء الشرح برضو هقول لحضرتك. تمام. هلا غالبا بتصادفنا، يعني اذا بدي اذكر كبراندات، موضوع الاوجنرال شوي كل ما كان الموديل جديد عم يكون في مشاكل اكثر. فدائما الاوجنرال عم يكون شوي محتاج دراسه اكثر. حتى على الانتسس بيكون مش بصيغه اوجنرال او مش باسم اوجنرال، بيكون بسموها فوجستو اللي هو الشركه الاساسيه بتاعهم. فموضوع السيرش على موضوع الاوجنرال شوي بيكون محتاج حل ثاني يعني. مم. في عندك مثلا اليورك او جري او البراندات الامريكي عاده بتكون كمان فيها شويه مشاكل. ننتقل للسلايدية اللي بعدها ولا انتظر؟ يا تفضل السلايد. تمام. هلا هون حطيت مثال. في عندنا في ار اف او في ار في، اللي هو الفرق بينهم عارفينه صح؟ اللي هو بس الدايكن اخذين الموضوع الفي ار في، باقي الشركات اخذين الفي ار اف، نفس الفانكشن نفس كل شيء، بس اسم مختلف للدايكن. هي دي بس معلومة موجودة في كورس الادفانسد، فمش كل الناس ممكن تكون عارفاها يعني. بس موضوع بسيط يعني، مش مجرد تسميه بس بين هو حكر الاسم بس الفي ار في تبع دايك، بس هم بس اول ناس بس اخترعوه، انما كل اللي اللي هم حواليهم دايما الامانه هم اللي عارفين اخترعوا الفي صح، هم اللي اخترعوا الموضوع. ار. سجلوها براءة اختراع باسمهم يعني. ففي عندنا الاوت دور يونت هنا باشمهندس، وفي عندنا متوصل اكثر من نوع اندور يونت. اذا بتلاحظ يعني في منهم سبلت، في منهم كاسيت، الاول واحد على اليسار، في عندك الاندور يونت العادي. في عندك حتى هذا بيسموه التبريد الارضي، او بيتوصل يعني هيك، بيكون زي ستاند واقف وقوف بيكون. اه. فانا اقترحت مثال هون انه نحن مش محتاجين نتحكم مثلا بالفي ار اف كامل. مثلا عندي غرفه او غرفتين او مكتب او مكتبين، فعادي انك تربط بالاندور يونت دايركت حسب الحل اللي هو بناء على الموديل نمبر بتاع الاندور يونت. فعادي جدا انك تربط مباشره مثل ما شايف بالنموذج تحت. بس كل طريقة من دول ليها طريقة مختلفة في التحكم. كل يعني واحد منهم له طريقه مختلفه بالتحكم صح. اذا بتلاقي اول واحد على اليمين انا حاطط له الاي ار اللي هو اللي السبليت هو عادي. السبليت. وفي عندك مثلا اول واحد على اليسار اللي هو الكاسيت، كان شغال مع مثلا مع الانتسس بشكل اكيد مباشر. اي ار برضه صح امم ولا جيت لا، واي؟ الكاسيت احيانا اي ار احيانا مش اي ار، هو احيانا بيجي له ترموستات ففي له بورت دايركت بيتوصل عليه. طب دي بتبقى شائعة يعني، مثلا يعني التكييف الكاسيت او المكيف امم الكاسيت بيبقى امم تلقائي اروح اي ار باي ديفولت، هو في اي ار ولا ممكن مش كل الانواع؟
حسب هو المكيف عندك بالاساس كيف، يعني قبل الاوتوميشن هو كيف كنت تتحكم فيه، بريموت كنترول ولا له ترموستات؟ لو بريموت اكو. كنترول خلاص يبقى انا هروح اي ار. خلاص اي ار لو اسهل لك يعني. سيرموستات يبقى انا هدور على جيت واي. على جيت واي، والافضل دائما يتم التحكم عن طريق الثرموستات، لانه بيكون يعني اكثر ثباتيه، وبنفس الوقت في موضوع الايرور انك هذا مهم جدا، يعني موضوع تقرا الايرور من المكيف. في عندنا زي ما حضرتكم عارفين ال 14 بايت اللي هي قراءه الايرور، وتعرض على الشاشه او ما تعرض على الشاشه، فهي افضل انك تروح على الشيء السلكي دائما يعني لو اذا في متاح. ايرور موجود هيظهر لنا احنا تلقائي على شاشه السيرموستات، انما لو الكيباد والسيرموستات بتاعه الكي ان اكس موجوده مش هيظهر عليها. صح صح صح، يعني انت لما تربط اي ار ما في ابدا ربط بين حتى موضوع الفيدباك بيكون صعب عليك شوي، يعني على سبيل المثال لو عندك طريقه تحكم ثانيه وحدا غير، مش حيظهر عندك بشاشه الكي ان اكس او السكرين او طريقه التحكم تاع الكي ان اكس. طيب. بينما لو كان موضوع كيبل، يعني هو حيقرا وحيعطيك الفيدباك ده يعني بشكل مباشر. طيب والدكتد سيستم الكنترول بتاعه. الدكتد بناء على رقم الموديل تاع الاطعم، عادي انك تتحكم بالاندوريونيت بشكل مباشر، او انك تتحكم يعني اذا حابب تتحكم بالفيلا كامل او بالشقه كامل او يعني سواء كان مكتب وير هاوس اي شيء، فخلص خليك على الفي ار اف جيت واي اللي حتلاقيه بالسلايد اللي بعديه. تمام. هنا نحن حابين نتحكم مثلا بالمنطقه كامله بجميع التكييف بتاعها، فنحن بنجيب في ار اف جيت واي، موديل في ار اف جيت واي بناء على الاوت دور موديل نمبر. بس هو كده حضرتك يعني لو نرجع للسلايد اللي قبليها، حضرتك هنا اتحكمت قلت جيت ويز، معنى كده ان انا مفيش اكتويترز. هنا حضرتك قلت برضو في جيت واي، الجيت واي دي برضو هتكون جيت واي كداتا بتكنترول داتا، يعني بتبعت داتا، مفيش حاجه هنا كنترول باور. لا، هلا هنا حيصير اي بالضبط، الفي ار اف جيت واي بالسلايد الثاني حتلاقيها مربوطه دايركت بالاوت دور يونت. تمام. دايركت باور ولا دايركت ايه؟ دايركت از سيجنال، مش باور. باور هي خلص في لها باور خارجي، وفي لها لوب مع الكي ان اكس متوصل بشكل مباشر. طيب يعني معنى كده ان كل الفي ار في او الفي ار اف هو اصلا جيت واي، مفيش اكتويتر. تمام طب الفان كويل تمام. اكتويترز انا مثلا بستخدمه فين؟ او انا يعني حلو بسال حلو. حضرتك بس بحيث ان الصوره تبقى واضحه للجميع، لان هي كانت سؤال مجرد جميل جدا. اسئله بس هي الفان اللي كويل. اتغيرت. الفان كويل اكتويتر بنستخدمه عاده بالموديلات اللي بتكون غالبا دي اكس. الفان كويل يونت مع الدي اكس. مع الدي اكس. وانت كيف تعرف؟ انت عندك في ثرموستات اساسا بيجي مع يعني من شركه تكييف او الناس اللي ركب التكييف مركبين لك ثرموستات بالجدار، او عاطينك الموديل نمبر بتاعه اقل شيء. فانت يعني ببساطه بتفك الثرموستات حتلاقي فيه 3 سرعات، وحتلاقي فيه هلا نحكي عن البلدان اللي فيها هيتنج وكولينج، حيكون في عندك يعني كومبرسور، في عندك هيتنج. فحتقرا الكتابات المكتوبه على الترموستات، او حتقرا الداتا شيت بتاعه، وخلص بناء عليها انت بتحدد انه انت محتاج فان كويل اكتويتر. يعني انا في الحاله دي اول حاجه كده يعتبر انا هفك السيرموستات، هشوف لو هي تماما تمام. يعني او تفك الثري سبيدز الترموستات والكولينج او تقرا والهيتنج. عفوا. هفك السيرموستات هشوف الثري سبيدز والكولينج والهيتنج، وبناء على كده خلاص انا عرفت ان ده فان كويل صح اكتويتر. ده صح غالبا صح مع طبعا. الدي اكس. غالبا مع الدي اكس اي. وفي عندك ملاحظه صغيره بس، في احيانا بيكون 3 سرعات وبتقراها يعني لو ميديوم هاي، وبيكون عندك 0 تو 10. اه 0 to 10 اه. 0 تو 10 فحتجيب الاكتويتر اللي هو 0 تو 10. حتلاقيه متاح عاده مع الشركه، يعني مع بس الشركات محدش كتير بيستخدمه لان هو اغلى بكتير. 10% تقريبا، او يعني اقل من يعني 10%. معظم المشاريع ممكن تكون بتتوصف على 3 سبيدز، انما صح زيرو تو 10 صعبه شويه. وهنا في الحاله مم. دي احنا كده يعتبر بنكنترول الفان وبنكنترول الفالف. صح كامل طيب فل. ماشي. واذا ممكن ننقل هلا موضوع الفي ار اف اس يعني حيكون اعقد شيء واعقد شيء، ولما تفهمه حيكون اسهل شيء وابسط شيء. يعني الفي ار اف بحاله الفي ار اف جيت واي، انت لما تجيب الجيت واي حيعطيك الادرس بتاع كل مكنه من المكاين. الادرس يعني حنجيبه ازاي الادرس؟ لازم تطلب من شركه تكييف جدول بكل مثلا مكنه ماستر بيدروم، الادرس بتاعها والسيريال نمبر بتاعها بيكون معمول جد، وهم لازم يعني لازم يسلموك هذا الشيء يعني انت مش حتعرف تجيب الادرس بتاع المكنات. ده هو شركه تكييف لما هي بتركب هي اللي بتعمل المنظومه دي. اكيد هي اللي حتسلمك الموضوع، وانت بناء عليه حتدخل على الاي تي اس وتعطي كل ادرس لكل مكنه وتاخذ الفانكشن بتاعها. طيب واضح ماشي.
هلا هون في عندنا موضوع جميل جدا اللي هو السي اي في والفي اي في، اللي عاده بنصادفها بالمكاتب، اللي هي بيسموها كونستانت اير فوليوم او فاريبل اير فوليوم. يعني هي ايه بالضبط؟ هي بتكون عباره عن يعني زي خلينا نحكي زي الشباك، يعني زي الويندو، اما بيقفل او بيفتح. فبحاله الكونستانت اير فوليوم حيكون ثابت، اما 0 او 1، يعني اما كلوز او اوبن، ما في حل ثالث. بحاله الفاريبل حيكون نص فتحه، ربع فتحه، 25%، 50%، 60%، بناء على طلبك انت اللي بتحدده بالترموستات. فهو حيكون موضوع السي اي في او الفي اي في حيكون راكب بمكاتب، ببارتيشنز، صعب انك تلاقيها بمكان سكني او فيلات او كذا، لانه يعني انت ما عندك 50% خلينا نحكي حريه التحكم. لانه قبل السي اي في او الفي اي في دائما في فان كويل يونت، يعني في وحده داخليه موجوده، ولما تشغل الوحده الداخليه حيصير في هواء بالسي اي في او الفي اي في. يعني كمثال بسيط، اذا عندك مكاتب وفي عندك مثلا صاله رئيسيه بالمكاتب، حيكون الفان كويل يونت راكبه بالصاله الرئيسيه بتاع المكاتب، وحيكون بكل مكتب من المكاتب في عندك سي اي في او في اي في. دي يعني حضرتك قصدك ان كده ممكن الفي ار في، الفي ار في او الفي ار اف ما لهمش استخدام يعتبر في المكاتب زي السي اي في والفي اي في؟ ايه طبعا، اذا مكاتب مفتوحه على بعضه هيك ايه يعني غالبا بتكون مكاتب مثلا بيناتهم حائط زجاجي او بارتيشن صغير او شيء، فبيكون سي اي في او في اي في. ولكن وانا بحكي لك من وجهه نظر شركات تكييف اقل تكلفه بكثير، يعني بيكون الموضوع جدا يعني 70 80% اوفر. بس حضرتك هنا بتتكلم على حجم الطن التبريد، ولا حضرتك بتتكلم على ليه علاقة بالمساحة؟ خليني احكي لك على المساحه، وخليني احكي لك شيء ثاني. مثلا اذا حطوا مثلا على سبيل المثال مكنه 5 طن بالريسبشن، واخذوا منها فرع للمكاتب اليمين وفرع للمكاتب اليسار، وكل فرع يعني كل فرع مار فوق المكاتب، واخذ سي اي في او في اي في اللي شايفه عندك. فعمليا هم مكنه واحده او مكنتين غزوا المكاتب كامله. بينما بموضوع الفي ار اف محتاج كثير، يعني محتاج طبعا انت عارف الاودورينت بتاع الفي ار اف مع السيستم مكلف جدا الموضوع بيصير. طب وهنا التحكم كده يعتبر خلاص هي على حسب الاوبت، المكنة هي مغذية كام مكان، يبقى كل درجة تمام تمام. مكان كل واحد وبسيطه جدا، يعني بيكون عندك في بسموه الاكتويتر بتاع السي اي في او الفي اي في، اللي هو الصوره اللي بالنص باشمهندس اللي شايفها هنا. اكبر حضرتك. فبيكون بيكون مكتوب عليه تماما شو مثلا شو الفولت بتاعه، او شو الكنترول بتاعه. فهو عاده بيكون 0 تو 10 او بيكون 220 عادي، يعني اي اكتويتر ممكن يحل الموضوع، سويتشنج اكتويتر. بس في حاله الزيرو تو 10 محتاج 0 تو 10. بس هنا يعتبر شبه الفان كويل يونت. شبه الفان كويل، صح، شبه كاب هو كنترول بس الفان ما كويل يعني. يونت، مم. تمام، شبه الفان كويل يعني. يعني بكنترول سبيدز وفالف. بس موضوع مهم جدا بحاله السي اي في، مش قادر تتحكم سرعه الهواء ابدا. سرعه الهواء حتتحكم فيها من الفان كويل اللي هي موجوده برا، اللي هي الاساسيه. فانت على سبيل المثال لو اجاك الهواء مثلا خلينا نحكي ميديوم سبيد، خلاص حتفضل عندك ميديوم سبيد. انت اما بتقفلها على المكتب تاعك او بتفتحها على المكتب تاعك بس. طب درجة الحرارة؟ درجه الحراره حيكون التحكم فيها من الترموستات بتاعك. انت لما توصل مثلا خلينا نحكي الروم تمبريتشر، الحراره الفعليه بالغرفه، لما توصل للتارجت تمبريتشر خلاص حيقفل. هيقفل اير فلو. تمام، حيقفل الاير فلو، ولما ترجع ترتفع درجه الحراره حيرجع يفتح لحد ما توصل درجه الحراره ويرجع يقفل. فاحيانا محتاج بعض اللوجيكس، هنا تدخل موضوع اللوجيكس شوي. كلوجيك فانكشنز في الاي تي اس، لوجيكس اللي هي فانكشن، جوه صح. الاكتيفيتورز نفسه. 100% صح. طب وفي الفي اي في، يعني حضرتك قلت الناحيه الثانيه خلاص الاير فلو ثابت. اوكي، الفي اي في انت يعني فعليا اللي قادر تعمله انه انت تخلي درجه الحراره انها يعني يقفل بشكل تدريجي. هذا اللي قادر تعمله، عرفت كيف؟ يعني خلينا نحكي مثل ديمينج، يعني انه يتباطأ شوي شوي هيك، بعدين يسكر اخر شيء، يعني ما يقفل مره واحده. بس بينما سي اي في خلص مره واحده، اما اوبن او كلوز ما في حل. اوبن او كلوز كاير فلو، والناحيه الثانيه مم. اوبن او كلوز بس، يعني جراديوال. يعني تدريجيا، صح، تدريجيا. تدريجيا بالظبط. والجميل بالفي اي في المميز عن السي اي في انه انت لو يعني لو مثلا، يعني مثلا احد الطلبات بيكون انه اذا درجه الحراره مثلا الروم تمبريتشر فرق 6 درجات عن تارجت تمبريتشر، انه يفتح فل يعني 100%.
لو فرق درجتين مش محتاج كميه الهواء هاي اللي تجيك، فخلص بتخليها ب 20%، 30%، 40%، حسب حجم المكتب او مساحه المكتب. بس مش دي فانكشن حضرتك بتظبطها في الاي تي اس، اللي هي يعني تمام. حسب هاي ده يفتح ولا ينتظر؟ تمام، حسب بالاي تي اس، وبرضه محتاج بعض اللوجيكس فانكشن يعني. ماشي. بناء على احتياجك يعني، على الحجم، مساحه المكتب، يعني على الاحتياج يعني. واضح. واذا ممكن نروح على السلايد اللي بعديه باشمهندس. طيب هون في عندنا موضوع مهم جدا جدا، موضوع الباكج يونت. الباكج يونت زي ما شايف في الصوره باشمهندس، هنا بيكون وحده خارجيه فقط بدون وحده داخليه. فالوحده الخارجيه بيكون يعني ممدود الدكت بتاعها زي ما شايف حضرتك الصوره اللي تحت على اليمين. اه. يعني يكون رايح دايركت على الغرف، او على خلينا نحكي مثلا الدبل هايت اريا، او يعني مثلا الصالات الكبيره، المباني الحكوميه، هاي بتصادف دائما موضوع الباكج يونت. فالباكج يونت نفسه طريقه التحكم فيه بتكون مختلفه حسب البراند. مثلا في عندك بعض البراندات التحكم فيها جدا سهل، بيكون عن طريق الفان كويل اكتويتر، اللي هو سنجل كومبرسور بيكون، وثلاث سرعات او سرعه واحده، غالبا بيكون سرعه واحده. يعني انت محتاج تستخدم شانلين فقط من الفان كويل اكتويتر. بس هو هنا كود الكنترول على الوحده الخارجيه ولا على الوحده الداخليه؟ لا لا، ما في وحده داخليه هنا ابدا باشمهندس، هنا مجرد وحده خارجيه موجوده فوق على السطح. يعني كده عند حضرتك كل الكنترول للمكان بالكامل هيبقى ليه طب هي كده لو هي مكنه واحده مثلا مغذيه طابقين او دورين؟ لو مكنه واحده مغذيه طابين او دورين بيكون لها دبل كومبرسور هاي. يكون يعني عدد الكمبريسورز في عدد الارياز اللي انا عايز اعملها كنترول. تماما تقريبا، او حتى ممكن اريا واحده تكون وفيها دبل كومبرسور اذا الحجم كبير يعني، توصل 50 طن 40 طن يعني، احجام كبيره بتكون باكجينه. والاريا يعني والدبل كومبريسورز دول انا ممكن حتى لو في مكان واحد او في اريا واحده انا ممكن اربطهم على ثرموستات واحده بحيث ان هم ياخدوا ممكن نفس تربطهم يبقى. صح، بس اذا انت عايز تشتغل يعني تشتغل بكفاءه 100% الكمبرسور، ما تربطهم مع بعض ابدا، لازم يكونوا مربوطين بتشانلين مختلفين من الاكتويتر، ولازم يكون في لوجيكس معين بحيث انه اذا الروم تمبريتشر تفرق عن تارجت تمبريتشر، مثلا على سبيل المثال 5 درجات او 6 درجات، انت محتاج انه يقلع الكمبرسور الاول لمده 5 دقائق، مم. وبعدها كده بيقلع الكمبرسور الثاني، لانه اي اقلاع، انا كان عندي مبنى حكومي وكان في كان في مربوط مع بي ام اس سيستم، موضوع يعني موضوع استهلاك الكهرباء، لما يصير استهلاك عالي فجاه كان يصير مثل الارم بالمبنى وهيك، وكانوا دبل كمبرسور. فالغلط اللي غلطنا ايامها انه ربطنا الكمبرسورين بنفس الفانكشن، يعني انه يشتغلوا سوا ويطفوا سوا. فزي ما حضراتكم عارفين انه موضوع الاقلاع بتاع الكمبرسور دائما بيكون عالي يعني يعني الباور مثلا بتاعه. بيكون 150%، وبعدين بيرجع لل 70% 60% هيك. مم. فغلط انك تخلي الاقلاع مع بعض، يكون بحاله الدبل كمبرسور غلط انه يكون الاقلاع بنفس الوقت، فحيصير حكما حيصير مشكله كهربائيه عندك. وزائد انه حيصير العمر الافتراضي بتاع الباكج يونت نفسها اقل بكثير، يعني اذا كنت تحكي على 10 سنوات حتحكي على سنتين او سنه. بس إيه؟ تمام. وحاجه ثالثه اخيره حيكون موضوع يعني موضوع حتلاقي الغرفه بردت بسرعه اذا حط على الكولينج، او حتلاقيها صارت حراره بسرعه وطفت فجاه يعني. مم. واضح. فمحتاجين لوجيكس، لا حكما لازم لوجيكس هنا، لانه للاسف ما في اي شركه من شركات الاي سي انترفيس تبنت موضوع الدبل كومبرسور. وبعض الاحيان في عندنا 3 كمبرسورات مع بعض، يعني هنا حندخل بلوجيكس حكما. ده الموضوع بقى معقد اكتر. اه معقد لازم معقد يبقى ايه. حد عنده اكسبيرينس في يوزنج اللوجيك جيتس. اه مظبوط، اي موضوع الدبل كومبرسور شوي معقد اي. واذا ممكن نتوجه للسلايد اللي بعديه باشمهندس. هلا في عندنا موضوع هون شائع جدا في اوروبا، ويعني بعض الدول اللي بيكون فيها بسموه يعني الاندر فلور هيتنج، اللي هي بتكون يعني ميكانيكيا مش عارف بالضبط، بس هي بتكون زي المواسير تحت الارض، وبتكون بتعطي تدفئه للارض يعني، وكمان بتكون زي كل ماسوره من المواسير لها فالف معين اللي هو بدخل الميه الساخنه على مثل لوبينج هيك، بتمشي للاخر وبترجع. مم.
فكمان دي حتصادف حكما، مش حتصادف واحد يعني فالف واحد بغرفه، او هتلاقي اثنين واكثر، فبرضه التحكم فيها بيكون عن طريق فان كويل اكتويتر، وبرضه لوجيكس حيكون. على حسب برضو الفالف، نفس الكونسيبت بتاع حسب. الفان كول يونت، سواء تمام. ك 3 سبي او سبيدز، او الفالف ليفلز يعني بتاعك هو كام ليفل، او هو ديجيتال يعني 0 to 10 او كذا. تماما تماما. غالبا هلا غالبا هنا ممكن تاخذها على بي ام اس، ومن البي ام اس ترجع الكينكس، بس حيكون الموضوع مكلف شوي. يعني حتكون اسهل، لانه قراءه البي ام اس لها للاندر فلور هيتنج 100% بتكون. ده بمعنى. بمعنى انه انت حتاخدها على، بسموها باك نت، اللي هي القطعه من البي ام اس بسموها باك نت جيت واي او هيك شيء، وحتاخدها بعدين للكينكس. هاي اول حل، يعني هاي اول حل مكلف شوي، بس حيكون 100% يعني حل سليم. او الحل الثاني انك تجيب فان كول اكتويتر وبرضه يعني لوجيكس. بس يعني ده على حسب حجم المشروع، لو مشروع مثلا حسب حجم ريزيدنشال او المشروع، هاي حسب خلاص ممكن، مفيش ممكن موضوع. عندك فالف واحد او فالفين، ممكن عندك فالف واحد او فالفين، مش محتاج اساسا انك تروح على التكلفه دي يعني. وعلى مستوى الريزيدنشال ممكن يروح ولا ممكن ما يروحش، يعني مثلا قصر. غالبا لا، غالبا لا، ما يعني نادرا بنتكلم يعني. على جزء الكوميرشال. مم. غالبا لا يعني الا اذا بدك تحكي مول او شيء كبير ممكن ايه بصراحه. اه بس يعني لما يكون مشروع كبير مول او شيء فخلص الامور تمام يعني. عادي انك تروح على بي ام اس، من البي ام اس. اه يعني على حسب المشروع اصلا هو متوصف فيه بي ام اس ولا لا، لان البي ام اس كسيستم بيبقى غالي. هلا في عندنا باشمهندس محمد مشهور بحكم الاندر فلور، ممكن اشارككم بخصوص تجربتي؟ يا ريت والله يا باشمهندس. السلام عليكم. السلام ورحمه الله باشمهندس. كيفك ضياء؟ هلا هلا باشمهندس، كيف حالك؟ يعطيكم العافية جميعا. أنا محمد، مهندس بي ام اس وكين اكس من فلسطين. بحكم إنه إحنا عندنا تقلب بالجو، إحنا عندنا كل المناخات الحمد لله، عندنا الشتاء البارد كتير وعندنا الصيف الحامي كتير، فبتعامل مع الجهتين. فبكونوا موجودين الجهتين، الفي ار اف مثلا او السبيت يونتس والاندر فلور هيتنج، كلهم بيكونوا موجودين في بيت واحد بالنسبة لنا. فبالنسبة للأندر فلور هيتنج، هو فكرته جدا بسيطة. عبارة عن خلينا نحكيها بمصطلحات بسيطة. عبارة عن بويلر وهيت مم. بام أو مضخة بتدفع المي السخنة، بتمشيها جوا لوب من المواسير. بتطلع مم. المي من البويلر، بتمشي جوا الأنابيب هاي، وبترجع على البويلر. تمام. فهلا كيف احنا بنعمل التحكم؟ مثلا لو عندنا 4 زونات، او خلينا نحكي 4 فلفات في نفس الغرفة، ممكن يعني بشكل دارج عندنا بنعملهم كلهم على كوماند واحد مشبوكين. وبتكون عندنا ثيرموستاتات، اللي هو الموديول تبعنا، او اي شاشة مثلا من زينيو زي الزي 40 مثلا، زي 50 من شنايدر، زي الشاشة 32 فانكشن. اي شاشة فيها فانكشن الثيرموستاتات العادي اللي بنستخدمه في التكييف. بنشبك اي اكتويتر تبع اللايتنج، مثلا الاكتويتر نفسه بتعطي منه كوماند للفالف بناء على درجه الحراره الموجوده بالغرفه. احنا درجه الحراره اللي موجوده بالغرفه بنكون مفعلين لها فانكشن الثرموستاتات اللي موجود بالشاشه. تمام. تمام. ف- فبناء على درجه الحراره دائما، طبعا هون المود دائما بكون عندنا هيتنج، لانه احنا اندر فلور هيتنج ما فيها تبريد. صح، حلو. ف يعني هي بس فهو موضوع هيتنج لاندر فلور، صح؟ يعني ولا مره. 100%. حلو، جميل. الشائع تبعها هيتنج، يعني ما عمري صادفتها بشكل تبريد، لأنه ممكن فعالية التبريد من خلال الهواء أعلى بكتير. صح صح صح. فممكن يعني ممكن صراحة أنا ما بس بالاستعمال الدارج تبعها هو الهيتنج. هيتنج. فزي ما حكيت، تشانل عادي الاكتويتر الموجود عندك بالبيت لللايتنج نفسه تشبك سويتشنج. الاوتبوت. ايه. نعم، السويتشنج اكتويتر مم. تشبك الاوتبوت تبع الثرموستاتات من اللوجيك تبع الشاشه. تشبك الاوتبوت تبعه بجروب ادرس مع السويتشنج اكتويتر، مم. وبصير هو يعمل كومباراتور بين درجه الروم تمبريتشر اللي موجوده بالغرفه والست بوينت. اذا كانت درجه الحراره في الغرفه اقل من الست بوينت، مم. بفتح عشان تسخن الغرفه. مم. اذا طلعت عن الست بوينت بسكر. هلا بالعاده احنا باي نظام تكييف في الدنيا بنستعمل ديفييشن، انه مش معقول على نفس الست بوينت بالضبط. لو حاطين الحراره 23 مم. تطفي اليونت وتشغلها، صح؟ صح، بنكون بتكون عاملين عندك. مثلا درجتين او بي اي دي صح كنترولر. صح.
بس بالاندر فلور هيتنج بحكم تجربتي انا المتواضعه يعني، لا مم. فيك تطفي على 23 بالضبط. ليش؟ لانه مم. عندك الحراره تبعت المي بتضلها موجوده. انت لما تطفي على 23 الغرفه هتسخن ل 24 و25 لحالها مم. تلقائي، بحكم انت عارف الخاصيه الفيزيائيه للمواد تبعت انه مم. تمتص الحراره وتفرغها. مم. فهي هي بكل بساطه القصه اللي كنت احكي كلياته، انه في عندي انا فالف ميكانيكي، صمام مم. ميكانيكي، مم. تفتح وبتسكر المي بناء على الانابيب، بناء على درجه الحراره بالغرفه، بشكل بسيط جدا. جميل جدا. وبس موضوع واسفين على بديهياته المقاطعه كثير يعني، باشمهندس. احنا منكم نستفيد. لا لا، يا شرفنا باشمهندس أي باشمهندس. مادة يعني معلومات بس حصل. السؤال انه تفتح وتقفل كثير حيكون موضوع، بس موضوع استهلاك الكهرباء حيكون اكثر، صح؟ ما في. لا لا لا، نفس الاستهلاك. هي في النهايه كلوز لوب، المي هتضلها دائما يعني انت حراره المي دائما هتكون عندك مثلا 60 مم. 55 بالرينج هذا، تمام. يعني فانت الهيتر شغال بس انت عم تفتح وتقفل بس، الفالف يعني خلينا نحكي. 100% تخيل قديش الموضوع بسيط، انت بس عم تفتح وتقفل الفالف تبع المواسير. هلا انت لما تسكر بيكون المي نفسها جوات، يعني كيف البويلر اللي في البيت بيكون مم. جواته ثيرموستاتات بلت جواه، هيحافظ على المي دائما بحرارة 60. وانت مهما فتحت وسكرت، لما تفتح المي هتبرد، لو سكرت المي هتطفي التسخين تبعها تلقائي بعد مدة معينة من الزمن. تمام. وهذا هو يعني بالنسبة للأندر فلور هيتنج. في ما في داعي تروح على بي ام اس او على سيستم ولا ثاني. ابدا. ولا شيء، جدا بسيط. نفس يعني في زينيو، في شات زينيو مثلا مم. موجود عندك اوبشن لتو انديفيدوال ثيرموستات. تمام، مم. كيف يعني؟ فيك مم. تستعمل فانكشن ثيرموستاتات كامل للتكييف، مم. ونفس الشاشة بتعطيك كمان فانكشن ثيرموستاتات متاح لا. لأي شيء بدك إياه. فبتستعمل الفانكشن الثاني للأندر فلور هيتنج، وهيك أنت بتحقق الجهتين بأقل تكلفة وبطريقة عملية جدا جدا جدا. صح صح صح. فيك تستمر باشمهندس، أنا هون جاهز موضوعي. شكرا جزيلا على المداخله الجميله يا باشمهندس محمد. حبيبي. اتفضل يا باشمهندس كمل اوكي. تمام. موضوع الاندر فلور اتوقع خلاص يعني الامور تمام فيه. هلا بس موضوع اللوجيكس، كنت عم بحكي بخصوص الدبل كومبرسور باكج يونتس. فيعني بس موضوع اللوجيكس يفضل انه هلا في عندك مثلا بعض الاكتويترز فيها اللوجيكس بيلت ان بتكون، بس الافضل انه نستخدمها من السيرفر لانه اسهل جدا مثل ما شايف الصوره، يعني بيكون الموضوع جدا بسيط وجدا سهل. وممكن انا اشاركها معك الفايل بتاع يعني دبل كومبرسور باكج يونت، ممكن نشارك الفايل بتاع اللوجيكس معك وخلاص. يعني ممكن اي حدا يستفيد منه بعدين. يعني فهي هو بس. تفضل. اتفضل. تفضل. لا، بحكي لك انه بس فرق درجه الحراره هو والشرط الاساسي انه ما يشتغلوا الكمبرسورين مع بعض، او اذا ثلاث كمبرسورات، يعني تخيل اذا ثلاثه شغالين مع بعض، يعني حيكون يعني مستحيل البريكر الكهربائي يتحمل هذا الشيء. فلازم نعملها مراحل اقل شيء يعني. تمام ماشي. طب هو احنا كده يعتبر وصلنا للنهاية، ممكن يعني عشان برضه م- حتى كمان نرتب الموضوع م- لكل المستمعين معانا، يعني ان احنا م- نعيد بس الفانكشنز بتاعت كل المكيفات كده سريعا، بحيث ان هي حتى كمان مثلا يبقى في دقيقتين او في 5 دقائق مثلا كده، يبقى كل حاجة يعني مراجعة سريعة على الموضوع، تمام بحيث ان تمام حتى تمام. كمان لو هلا. حد واقع منه اي حاجة او اي سؤال كده، بحيث برضه حتى كمان يكتبه لنا في الشات اثناء يا بس ريت. المراجعه دي، وبعد كده نفتح برضو المايك لو اي حد عنده اسئله. تمام. هلا يعني خلينا مثلا لو عايز مثال اجيب بسيط. لك السلايدز من اول ما يعني مفيش مشكله سريعا يعني، بس مش اكتر. م- تمام، يا ريت والله يا ريت. حاضر ماشي يعني. دي كده اول حاجه. تمام. اللي بعديه باشمهندس. باقي. تمام. عندنا في حالة المكيفات البسيطة اللي هي سبلت، يعني بيكون الكنترول فيها غالبا 90% اي ار، الا اذا عندك نادرا يكون عندك مثلا سبلت ويكون عندك له ترموستات جداري او شيء ثاني، فبيكون له بورت خاص فيه، تمام. فبيكون التحكم فيه عادة اي ار بس. طيب. و- وبيكون عندنا موضوع خلينا نحكي مثلا على السنجل اللي بتكون هي عباره عن دي اكس، اللي هي بتكون اوت دور يونت واندور يونت، فغالبا بيتم التحكم فيه عن طريق اي سي انترفيس بنختاره بناء على الموديل بتاع الاي سي نفسه، وبناء على
يعني احيانا بيكون عندك الترموستات الاساسي هو عباره عن فقط محتاج فان كول اكشويتر، مش محتاج شيء ثاني. احيانا بيكون محتاج اي سي انترفيس، احيانا بيكون 0 تو 10، فحسب الموديل بترجع معنا. موضوع الفي ار اف، نحن عندنا حريه الخيار انه نتحكم بالاوتدور يونت بشكل كامل، وناخذ انه عبالك صوتك زاهد. هاي يمكن لاني تمشيت شوي، رحت مش. معلش بس هو كان حد فتح المايك بالغلط يعني. اتفضل كمل. مش مشكله. فموضوع الفي ار اف احنا يعني ممكن احيانا نحتاج انه نتحكم فقط باندور يونت واحده او تنتين او ثلاثه، فبنستخدم الاي سي انترفيس اللي هو كنا حنستخدمه مع الدي اكس، اللي هو حسب بناء على الموديل نمبر وبناء على الشركه المصنعه نفسها، ال جي، ميتسوبيشي، او جنرال، كارير، يعني الى اخره. وبس. اما موضوع انه عندنا حنتحكم بالفيلا كامله او بالمكتب كامل او بالوير هاوس كامل او بالمبنى كامل، يعني فحنجيب الفي ار اف جيت واي اللي هي حتنوصل دايركت مع الفي ار اف اوت دور يونت. او يعني ممكن تنوصل في لوب، على فكره بس للملاحظه، في لوب بيكون بين الاندور يونتس كامل ومربوط بالاوت دور يونت. فممكن من اي نقطه انه نتحكم فيها ونطلب الادرس شيت من الشركه بتاع التكييف، وبناء عليها نحن ندخل على البوينتس بتاعنا، بتكون عاده بوينتس بالاي تي اس، ونختار الفانكشن وخلص. يعني بتصير تتحكم فيهم كل وحده بتربطها بالترموستات بتاعها. هاي بالنسبه للفي ار اف وبالنسبه للدي اكس. ويعني شاركنا يعني غالبا 70% من الحلول بتكون عن طريق شركه انتسس. في عندهم موقع خاص بالبحث اللي هو اجفا كومباتيبلتي تول، عن طريق الموديل نمبر، عن طريق برضو احيانا بس مجرد تذكر ال جي في ار اف بيعطيك الجيت واي رقمها ايه. بس هاي طريقه الربط. يعني بالنسبه لنموذج شائع يعني بيكون زي الميتسوبيشي، خلينا نحكي الاو جنرال كذا. فاحنا محتاجين نخلي الاوريجينال ثيرموستات فعلا متوصل مع الاندور يونت. وبس للملاحظه انه الاوريجينال ثيرموستات في حال ضل متوصل وانت احتجت انك تخليه مثلا على السقف، او يفضل يكون بعيد عن يعني عن ماكينه التكييف، لان درجه الحراره اللي بتكون حوالي ماكينه التكييف بتكون غير درجه الحراره الفعليه بالغرفه. ففي عاده عندنا نحن بالسقف بتاع الغرفه بيكون في عندنا سبلاي للهواء البارد او الحار، او وفي عندنا بسموه ريترن اللي بيرجع لفوق. فيفضل نخليها مع الريترن عشان يقرا الحراره تقريبا الفعليه اللي جايه من الغرفه. ويفضل يضل متوصل الاوريجينال ثيرموستات. في عندنا بعض الاندور يونتس او بعض الموديلات محتاجين انه نعمل لوب ما بين الاوريجينال ثيرموستات وما بين الاي سي انترفيس. زي عندنا الاو جنرال بيكون 3 وايرز، عندنا الكارير في ار، مش الكارير يعني عموما، اللي هي بتكون الاي سي انترفيس بتاعها ممكن توصل دايركت مع الاوريجينال ثيرموستات. ممكن نروح على السلايد. تمام. هاي بس حاله من الحالات موضوع الفي ار اف او الفي ار في، اذا كان عندنا اكثر من اندور يونت واحنا محتاجين نتحكم بس بعدد معين، يعني 3 4 5، ممكن تنتين من الفيلا كامل، فاحنا يعني عندنا خيار انه نحط الاي سي انترفيس مع الاندور يونت بشكل مباشر. او حسب السلايد اللي بعديه ممكن نتحكم بالفي ار اف كامل ونختار الوحدات اللي بدنا اياها. طبعا هم نراعي فرق الكوست، بيكون في كوست عالي، والفي ار اف جيت واي يعني سعرها عالي مقارنه بالاي سي انترفيس اللي هي بتكون لكل اندور يونت لوحدها يعني. تمام. في عندنا موضوع السي اي في او الفي اي في، بتكون عاده شائعه بالمكاتب او بالبارتيشنات او بالاماكن يعني اللي بيكون فيها وحده مركزيه. بتكون حصرا حيكون في وحده مركزيه عندك اللي هي الاف سي يو. وبالمناسبه اذا الاف سي يو مطفيه مش حيعطيك هواء بالسي اي في او الفي اي في. يعني انت ممكن فعلا انك تفتح او تسكر بس بدون اي تدفق هواء حيكون عندك بالغرفه او بالمكتب. والتحكم فيها بسيط جدا، بيكون عاده اما 0 تو 10 او بيكون يعني اي سويتشنج اكتويتر تشانل او تشانلين بيحل لك الموضوع كامل. والفرق بينهم انه واحده بتكون كونستانت وواحده بتكون فاريبل. يعني الكونستانت اما اوبن او كلوز ما في حل ثالث، او الفاريبل بتكون بنسب معينه 50% 60% 40% حسب الاحتياج. تفضل باشمهندس. في عندنا موضوع الباكج يونتس، هي بتكون عباره عن اوت دور يونت فقط، ما في اي اندور يونت مربوطه معاها او شيء. بتكون دكتس مثل هذا اللون الازرق اللي شايفه عندك نازل على الغرف مباشر، وعاده تستخدم بالصالات الكبيره، بالمباني الحكوميه، بالدبل هايت اريا، يعني مثلا مجالس كبيره بتكون كثير فبينحط فيها.
الباكج يونت، وبتكون يعني بتكون في لها اكثر من احتمال، احيانا 0 تو 10، احيانا فان كويل اكتويتر ممكن يتحكم بالموضوع، احيانا تكون دبل كومبرسور، او يعني ممكن اكثر من دبل كومبرسور. فمحتاجين دائما نروح على موضوع اللوجيكس، لانه ما في اي شركه تبنت الموضوع بشكل كامل تبع الاكثر من سنجل كومبرسور، ما في حل مباشر يعني. ممكن نروح اللي بعديه باشمهندس. في عندنا موضوع الاندر فلور هيتنج. هو بيكون عباره عن فتح او اغلاق الفالف، وبيكون مربوط مثلا بالغرفه فالف او فالفين، حسب كمان حجم الغرفه او شيء. فموضوع سويتشنج اكتويتر ممكن يتحكم بالموضوع عادي جدا. ممكن نروح اللي بعديه باشمهندس. في عندنا موضوع اللوجيكس، بس حيصادفنا كثير مع الباكج يونتس، ومع احيانا لما نستخدم اي ار مع، يعني اي ار مع كي ان اكس للمكيفات اللي هي سبليت، او اذا رحنا لاحد الحلول مع يعني مع المكيفات فعلا اللي ما لها طريقه تتحكم فيها غير الاي ار، زي واحد من موديلات ال جي تقريبا ما في اي بورت خاص الا انك تتحكم فيه عن طريق الاي ار. فمحتاجين فعلا نراعي موضوع اللوجيكس، ويعني وندرسه بشكل صحيح بناء على الاحتياج، او حجم الغرفه، حجم المكيف، سرعه وصول التارجت تمبرتشر للروم تمبرتشر. وممكن نروح اللي بعديه باشمهندس. خلصنا. كده خلاص. كان في عندنا سؤال بس من حدا من الشباب. احنا ممكن نفتح بقى دلوقتي الأسئلة عادي، لو أي حد عنده أي طيب. حاجة ممكن يسألها يعني. طيب تفضل. في حد سأل سؤال بيقول ايه الفرق ما بين الاي ار والانترفيس؟ تمام. هلا الاي ار عاده يعني هي بتكون عباره عن خلينا نحكي زي الريموت كنترول بتاع المكيف العادي اللي عندنا. يعني هي الاي ار انترفيس بتكون قطعه بتتوصل طرف من الاطراف بلوب الكي ان اكس، والطرف الثاني بيعطي اشاره اي ار للمكيف اللي عندنا اللي هو سبليت او موديل ثاني يعني. يعني عمليا هو اي ار ريموت كنترول مربوط بالكي ان اكس لوب. طيب في سؤال تاني بيقول إيه الفرق ما بين الستيج 1 والستيج 2 كباكج؟ تمام. هلا بيرجع لموضوع الحجم بتاع المكيف. يعني 10 طن 15 طن بيكون سنجل ستيج بيسموها، يعني سنجل كومبرسور. يعني مرحله تبريد واحده، او يعني خلينا نحكي بشكل عام انه تبريد او هيتنج بيكون مرحله واحده. فهي بيكون التحكم فيها سهل جدا عن طريق فانكول اكتويتر، او حالات نادره يعني بتجي من او جنرال تقريبا باكج يونت بيكون 0 تو 10. بس عادة الموضوع سهل جدا، بيقلع الكمبرسور او بيطفي بناء على الفرق بدرجة الحرارة يعني. يفضل انه نراعي موضوع انه الاقلاع بيسحب تيار عالي جدا، يعني نخفف عدد الاقلاعات. طيب في سؤال تاني برضو بيقول التشيلر سيستم، بيسأل عن التشيلر سيستم. التشيلر سيستم هو عبارة عن تبريد مائي، بيكون يعني بيكون غالبا بالفنادق او بالابراج، او يعني بالاماكن، مستشفيات احيانا بعض الاحيان بيكون التحكم فيه فقط عن طريق الفالف. لانه هو الفالف مربوط عباره عن بايب. الفالف اما بيفتح او بيقفل، او بيفتح بشكل تدريجي او بيقفل بشكل تدريجي. على اندورينت هي مش مذكوره هنا باشمهندس، نسيتها بصراحه. لا مفيش بيكون مشكلة، لو حضرتك في أي حاجة محتاج برضو تشرحها عن التشيلر سيستم دلوقتي مفيش مشكلة، يعني معاك وقت بس أو كده برضو. هو أعتقد تمام. إن هو يعتبر كده شبه موضوع الأندر سي فلور اي في صح. فالفز أو الأكتويترز. تمام 100%. بس احنا محتاجين يعني نعطيه يفتح او يسكر بناء خلينا نحكي على كمان درجه حراره الغرفه، وكمان بيكون اما ثابت او متغير. غالبا بيكون متغير، وغالبا 0 تو 10 يعني. نحكي بنسبه 85% بيكون 0 تو 10. وبس للعلم انه هو بيكون انت حتتحكم بفتح او اقفال الفالف، زائد انك تتحكم سرعات المراوح. فبيكون عندك شيء اسمه فان كويل اكتويتر، وبيكون في بورت 0 تو 10 نفس الاكتويتر. طيب في سؤال تاني بيقول معانا لو اختصرنا خطوات معرفة الانترفيس خطوة بخطوة، ممكن تعطينا بس بريف لو سمحت كصاحب خبرة يعني. طيب خلينا نعتبر انه دخلنا على مثلا فيلا، واحنا صادفنا نوع من انواع التكييف، مثلا على سبيل المثال او جنرال، واحنا مش عارفين اي شيء، ولا في شركه تكييف قبلنا، ولا في اي شيء ابدا. فاحنا افضل شيء افضل شيء نشوف الترموستات اللي موجود عندنا نفسه، او الاندور يونت. يعني بيكون في وايرنج ديجرام على الاندور يونت نفسها.
فاحنا بنفتح الوايرنج دياجرام موجود على الاندور يونت وبنشوف هل هو يعني خلينا نحكي انفرتر، هل هو عادي، الترموستات بتاعه هل هو قابل انه يتحكم فيه دايركت عن طريق فان كويل اكتويتر اللي هو بيكون 3 سرعات وكمبرسور، او لا هو نوع من انواع يعني السيجنال محتاج اي سي انترفيس. ولو محتاج اي سي انترفيس حناخذ الموديل نمبر بتاع الاندور يونت. ومثلا خلينا نبتدي كبدايه يعني ندخل على الانتسيس، نحط الموديل نمبر على الانتسيس. هل فعلا موجود الحل عند الانتسيس؟ لا مش موجود، حنروح على حلول ثانيه. مثلا حندور بزينيو، انتيرا، بالشركات اللي هي المعروفه اللي بتصنع الاي سي انترفيس. لو ما لقينا هذا الحل بنروح على شركه مثلا، او يعني هي حل جيد جدا اللي هي شركه دروب اير اليابانيه. ف يعني ممكن بكل سهوله انه بناء على بس الموديل نمبر بتاعها نعرف انه المكيف الاي سي انترفيس اللي حتركب معه بس. طيب، برضو في سؤال تاني هو على موضوع البورتس اللي بتبقى موجودة في البورد. تمام، البورتس موجوده تمام. هلا غالبا هلا هي كل براند مختص ببورت معين. هلا عندك الميتسوبيشي هو عنده بورتين، يعني عنده حلين انك تدخل على البورده بتاع الاي سي نفسها، اما السي ان 90 او السي ان 105، هي كمثال على الميتسوبيشي. فبعض الموديلات اللي هي بتكون دايركت على السي ان 105 بيكون في عندك حل دايركت من انتسس او من ايرزون او من شركات ثانيه يعني، وبسيط جدا وسهل التعامل معه جدا. اذا السي ان 105 مثلا ما جاب معك حتروح على موضوع السي ان 90 اللي هو بيكون عاده مختص بموضوع الاي ار ريسيفر. فحتلاقي عندك حلين بهاي الحاله. مثلا على سبيل المثال انه حتلاقي انك تطلب اي ار ريسيفر من شركه تكييف يجيبوا لك اياه وتتحكم فيه عن طريق الاي ار اللي هو مثلا انتسس جي بي اس الى اخره. او حيكون عندك حل ثاني انك تروح على شركه فعلا مصنعه الاي سي انترفيس والها البورت سي ان 90 مثلا على سبيل المثال. وحتصادف هاي عدم توافقيه معك بالمتسوبيشي وبعض انواع ال جي وبعض انواع اليورك وبعض انواع الاو جنرال. الصوت راح باشمهندس. في سؤال تاني معانا بيقول هل ممكن ان احنا يكون في مثال من خلال استخدام الاي تي اس للاي سي، الانواع بتاعت الاي سي؟ اعتقد دي ممكن تكون آه، موجودة في الفيديو بتاع النهارده. ممكن ممكن نفتح مشروع جاهز او شيء، ممكن نشوف الموضوع ان شاء الله، او ممكن ارسل لك اياه بعدين مثلا تشاركه مع الشباب او شيء. مفيش مشكلة، احنا كده كده برضو السيشن ده هيترفع على اليوتيوب، برضو ممكن نحط اكزامبل اكيد. تمام حاجة. تمام. وممكن نشوف لو برضو الموضوع كده فيه لسه يعني ميس اندرستاندينج عند ناس كتير، ممكن ان احنا نعمله ككيس ستادي مثلا في فيديو تاني لو وقت حضرتك يسمح يعني. ممكن اكيد بكل سرور اكيد. في سؤال تاني معانا بيقول شو معنى الباي باس للبورد، وكيف وكيف نعمل الكونكشن مع البورد بدون ما نروح بدون ما يروح ضمان التكييف. لان عندنا تمام شركات هلا. التكييف بتقول انت لو جيت جنب البورد ففي مم. الحاله دي خلاص البورد خارج الضمان، فاللي مم. هيعمل الاوتوميشن هو خلاص شال الليله زي ما بيقولوا. مم. هلا هون في موضوع، انت اذا استخدمت بورت بدون ما تقطع اي سلك من البورده بتاع التكييف، بدون ما تعمل اي شيء غلط، الضمان مش حيروح ابدا. يعني انت عم تتواصل مع بورت مصنوع اساسا من الشركه نفسها عشان انت توصل عليه اي سي انترفيس. فبعض الموديلات، وشكرا للسؤال جدا جميل، بعض الموديلات مثل كارير بيكون في عندك ترموستات خلاص هو اساسا يعني مربوط بطريقه معينه انه يعني ما راح تلاقي حل معاه. فانت بعض الشركات او بعض الفنيين بيتواصل دايركت مع الفان سبيد ومع مع سرعات المراوح اللي هي تكون الى ريلي صغير وسلك ومع الكمبرسور. يعني هاي التواصل دايركت فعلا، انت حتقص وايرات بالبي سي بورد فعلا حيلتغى الضمان بتاعها. بينما اي بورت بتوصل عليه بشكل مباشر مش حيلغي ضمان تكييف ابدا. لانه ببساطه انت ما عدلت شيء ابدا، يعني انت خلص ضل التكييف زي ما هو وانت ضفت عليه اضافه، يعني هي طرف ثالث خلينا نسميها. يعني قصدي حضرتك ان ممكن يكون موضوع كارير يعني يعتبر الفانكشنز اللي فيه اقل شويه من موضوع البوردز الثانيه من ناحيه تمام خلاص اكون عامل تمام كونكشن مباشر مع الكين اكس. تمام. هلا بعض الموديلات من كارير قافلين عليك موضوع انك تتحكم فيه ابدا، ما في طريقه. ف يعني انا بعض الحلول اللي مسكره بروح على الشركه اليابانيه اللي هي دروب اير، دائما يعني 90% من الحلول عم لاقيها عندها بصراحه. في سؤال تاني معانا شويه بس طويل، الاي ار يا ريت تذكر موضوع الاي ار بالنسبه يعني يا ريت تذكر موضوع الاي ار بالنسبه للاي ار. هو انا عندي بس الكتابه موجوده معكوسه، الانجليزي جايب على العربي. تمام
ممكن اقرا هل لك هو مثلا. ينفع لكل انواع ريسيفر التكييف، ومين المفروض يوفره؟ هل في مم. شيء موجود لجميع انواع التكييفات كاي ار، تمام. يعني كاي ار تمام. ميتر ريسيفر؟ تمام. هلا هون سؤال كمان جدا جميل، موضوع الاي ار. بس انت هل تقصد كل انواع التكييف، كل انواع التكييف اللي هي السبلت اللي نتحكم فيها عاده بالريموت كنترول، ولا كل انواع التكييف بشكل عام اللي هي ضمن الفي ار اف في ار في؟ فخلينا نجاوب على السؤالين. يعني اذا هو مكتوب بشكل عام. موضوع انت بتقصد المكيف العادي، تقريبا، خلينا نحكي، هي اي ار كودز بتكون عباره عن لايبراري لكل موديل من موديلات التكييف. فانت قطعه مثلا خلينا نحكي مثال على شركه جي في اس اللي هي اعطتك مثلا الاي ار يونيفرسال بتاعها، وانت بتطلب من عندهم الجي في اس. تمام باشمهندس، اللي هي ثاني واحده من الطرف اليسار، اللي هي تكون شكلها زي الموشن سنسور بالضبط. مثلا على سبيل المثال، وانت بتطلب من عندهم اليو اس بي ليرنر بيسموها، لانه على سبيل المثال المكاتب الموجوده بجي بي اس تقريبا 10 15 20 مش فاكر بالضبط. غالبا مش حتكون كافيه معك. فانت بتروح على موضوع اليو اس بي ليرنر، بس مضطر اول مره انك تتعذب تدخل مفاتيح واحد واحد. يعني عندك الاوف الاون، عندك التمبريتشر 20 لما يكون المود مثلا هيتنج مود، عندك تمبريتشر 20 لما يكون كولينج، عندك لما يكون. فاول مره تكون معقده معك، بينما انت خلص بس ضفت المكتبه خلص مكيفات الباقيه بتصير معك مباشره. بينما موضوع الانتسس الجميل عندهم موضوع الاوتو ليرن، يعني التعلم التلقائي. كيف بيكون هو قطعه الانتسس نفسها في الاي ار ريسيفر لموضوع الاوتو ليرن. فانت لما تصادف نوع من انواع التكييف مش موجود باللايبراري بتاع الانتسس، فعادي جدا انك تعمل اوتو ليرن وتضغط ضغطتين او ثلاثه من الريموت كنترول، تلقائي حيكتشف المكتبه بتاعها وحيشتغل معك. وبس في نصيحه صغيره شباب على موضوع الانتسس، لما تكون معك قطعه الاي ار يفضل يكون معك يو اس بي اللي هو القديم بتاع جوالات نوكيا تقريبا، او اذا فاكرين اللي كان شكله زي المثلث، عشان لو الحجم الداتا بيكون كبير، لو حترفع عن طريق الكي ان اكس لوب حتاكل معك تقريبا 30 ل 40 دقيقه لكل قطعه من القطع. فهم عاملين لك خيار انك ترفع عن طريق اليو اس بي. ان شاء الله ممكن نحكي عليها المره القادمه او نحط صوره عليها، بس عشان توفير الوقت بس. بالنسبه للانتلسيس. هو في برضه مهندس احمد برضه بعت نفس السؤال تاني، فاعتقد ممكن يكون كده في يعني لبس في المعلومه، فممكن حضرتك تفتح المايك وبرضه تسال السؤال، يعني بحيث تفضل تفضل يبقى باشمهندس. الموضوع ايوه. واضح بالنسبه لحضرتك يعني. فاتفضل يا مم. باشمهندس أحمد. تفضل باشمهندس احمد. السلام عليكم، سامحونا للتأخير بس لأنه كان في جنبي شوية إزعاج. تفضل باشمهندس. طيب أنا اللي قصدي عليه مهندس ضياء إنه دائما لما نستخدم الاي ار او اليونيفرسال انترفيس من انتسس مثلا، امم. بيكون في هو يعتبر الطرف المرسل من الكي امم. ان اكس سيجنال امم. للاي ار كود. بالنسبه للطرف الثاني حيكون طرف المستقبل اللي بيسموه اي ار ريسيفر، مثلا من متسوبيشي بيوفروه، متسوبيشي بيبيعوا الاي ار ريسيفر. تمام. بالعاده مم. شركه التكييف هي اللي توفره. بس مم. هل ينفع مثلا انه نجيب من اي ماركه مثلا كانت، مش شرط متسوبيشي، نقدر نجيب مثلا من كارير، نقدر نجيب من من اي ماكينه ثانيه، وينفع يعني هلا كل الاحوال؟ تمام، فهمت عليك. هلا بهاي الحاله ما بينفع انك تشتري اي ار ريسيفر من شركه ثانيه، لانه الكودس هو خاص بنفس الشركه. يعني لو جبته حيكون موضوع غير شرعي او غير رسمي. بس في يعني اذا مضطر جدا، في عندك موضوع انك تعملها بنفسك. يعني موضوع الاي ار ريسيفر محتاج انك تقرا، اقل شيء يكون عندك اي ار ريسيفر واحد موجود، انك تقرا الكودات اللي حتيجي عليه. وممكن تعملها عن طريق راسبيري باي، عن طريق اردوينو، عن طريق كذا، وبسيطه جدا يعني. هي مش بسيطه طيب بس ممكن يعني. هي لا يعطيك العافيه، واضحه جدا. بس هو عندك فكره شو البراندات اللي بتوفرها غير المتسوبيشي يعني بشكل عام؟ هلا غالبا انت مع الميتسوبيشي في عندك، حكيت لك موضوع بعض انواع الموديلات من الميتسوبيشي بيكون فيها البورت اللي هو سي ان 105، والسي ان 105 بيكون مش شغال على بعض الموديلات. فانت محتاج انك تتواصل عن طريق السي ان 90 اللي هو بيكون خاص موضوع الاي ار يونيفرسال. فانت ممكن تطلب من ماتسوبيشي نفسها، ومحتاج انك مثلا تعمل شيء ثاني، حل ثاني مثل دروب اير مع فانكو اكتويتر، او صارت هلا دروب اير بشكل مباشر مع الكي ان اكس. او يعني اذا عم تسالني على موديلات ثانيه، ممكن بعض انواع ال جي، بعض موديلات ال جي ما لها حل، حتى من كل الشركات ما لها حل غير الاي ار. بس حيكون القراءه عن طريق الترموستات، يعني الشركات اللي بتسكرها عليك ابدا
حيكون القراءة الاي ار من الترموستات نفسه، فانت بهالحالة محتاج تحط الترموستات مقابل الاي ار اللي موجود عندك، اللي هو انتسس او جي بي اس او زينيو الى اخره، وحيصير في تواصل اي ار بينهم. يعني انت مش محتاج انك تشتري من طرف ثالث او رابع او شيء. هاي هي باشمهندس احمد. يعطيك الف عافيه، تسلم، واضحه ان تمام، شاء الله. اتمنى تكون واضحة باشمهندس. باشمهندس كان في سؤال برضو تاني بخصوص تفضل. موضوع الاي دي يو. حضرتك اندور هنا يونت. كنت كاتب 16 4 64. تمام. الفي ار اف جيت واي 16 او 64 بتكون يعني غالبا حسب كم اندور يونت عندك انت بالفي ار اف. يعني احنا عارفين الفي ار اف ممكن في ار اف اوت دور يونت تربط على 5 او 6 او 10 او 20، يعني حسب، يعني ممكن 4 اوت دور يونت، ممكن 3. فانت توتال اندور يونت كم؟ يعني حضرتك تقصد ان هي يا اما 16 يا اما 64، ولا تمام، يعني ارقام 16 متغيره؟ بقصد فيها انه ماكسيموم 16. يعني انت لو عندك 5 حتروح اللي هي 16. مثلا لو عندك 17 وحده حتروح الحل الثاني اللي هي بتكون الماكسيموم بتاعها 64. يعني انت عادي يكون عندك 10 20 30 يعني 40 كل عادي. جيت واي بيكون في منه تو فيرجنز، يا اما 16 تمام يا اما 64. تمام بالضبط. اه فهمت حضرتك. لأن برضه في. بناء على البوينتس بتاعها، لانه بتكون عباره عن بوينتس، فبتكون بناء على البوينتس طيب، بتاعها. وموضوع الفي ار في والفي ار اف زي ما حضرتك ذكرت كده، ان احيانا مثلا يعني احنا مثلا حضرتك قلت هنا السي اي في على امم موضوع الهاي رايز بيلدينج والحاجات دي كلها. امم الفي ار في والفي ار اف لا يفضل في الهاي رايز بيلدينج. طيب انا المسافات اللي هتبقى من السيرموستات لحد الاكتويترز اللي هيكون موجود، الاكتويترز اعتقد كده هيكون موجود جنب وحده التكييف، جنب او الدور يونت، صح؟ هلا اذا قصدك بحاله السي اي في او الفي اي في، صحيح حيكون جنب الاوت المسارات دور. دي بقى مش بتبقى مسارات طويله جدا؟ لا هلا انت الكين اكس لوب عندك يعني الكين اكس لوب عامل هو ممشيه هياخد 1000 متر، بس اقصد ان مثلا ان الوان دايركشن ليها 350 متر ماكسيمم. مم. في هي الحاله مش اللي اتحرك فيها مشاكل قبل كده. لا لا ابدا، بحال سي اي في او الفي اي في ابدا ما حيكون عندك هيك شيء. لانه يعني غالبا انت، يعني انت قيس على موضوع التكييف. انت عندك وحده اندور يونت مثلا على سبيل المثال، او تنتين اندور يونت اللي هي اف سي يو، اللي هي المين، خلينا نحكي المين سبلاي للمكتب او للمنطقه اللي انت عايز تتحكم فيها بسي اي في او في اي في. فحكما حيكون النطاق عندك صغير، يعني مثلا 400 متر 500 متر مربع، فما حتصادف مشكله بموضوع المسافات ابدا. انا كان قصدي نقطه المسافات ان هي من مكان السيرموستات لحد مم. مكان مم. او الدور يونت. مم. لو هي هاي رايز بيلدينج او حاجه يبقى آه مسافات آه ممكن تعدي في آه اللوب. تمام. تقصد باشمهندس بموضوع الباكج يونت، اللي هي بتكون الماكينه واحده بتكون على الروف موجوده. تمام. بالباكج يونت ممكن يعني ممكن تحتاج انك تخلي مثلا زي الهوم اوتوميشن دي بي صغير فوق. فعلا صارت معنا باحد المباني الحكوميه، كانت المسافه يعني 300 متر تقريبا. فخلاص خلي لاين كابلر خلينا نحكي الجيت واي اللي حتحطها، او اللي هي الاكشويتر او الشيء اللي حتحطه بس. اللي هي الحلول التقليديه بتاعتنا ان احنا نزود الباص ازاي. بس ما في حل ثالث يعني. او عندك حل ثاني انك تخلي شركه تكييف او المقاول يسحبوا لك الوايرات على دي بي عندك تحت او شيء. ايوه ايوه. يعني اما كده او كده، واحد من حلين بس. واضح تمام. مم. هي بس برضه. حتكون تكلفه، اذا نقلوا اسلاك الكهرباء، حتكون تكلفه اكبر يعني. طيب هو لو في برضه اي حد تاني عنده اسئله. مم. آه، وبرضه احنا زي ما قلت لحضرتك كده، لو كده برضه وقت حضرتك يسمح احنا ممكن نعمل سيشن تاني، يعني في ممكن اكيد. مجموعة من النقاط هنا اتطرحت في السيشن مم. ده. من ضمنها مم. مثلا موضوع الكيس ستادي، وان احنا نفتح الاي تي اس ونشوف اكزامبل كامل وحاجه زي كده. لو وقت حضرتك يسمح احنا ممكن ننسق موعد ميتنج، ممكن بكل بحيث سرور ان ان شاء احنا الله كمان حتى ممكن. نخش بقى ديبلي في الموضوع كتكنيكال، وان احنا نعمل مثلا كيس ستادي او اكتر من كيس ستادي تكون مثلا جاهزه مع حضرتك من مشاريع سابقه، يعني اكيد. تكون جاهزه مثلا مع حضرتك ونتناقش فيها. ممكن حتى نصورها يعني ضمن السايت، مش مشكله يعني. يعني ممكن اقصد مثلا الدراسه مثلا عند حضرتك مثلا اكتر من مشروع، كل مشروع مثلا في طيب معين من التايبس اللي كانت موجوده في الاي سي. ممكن ان احنا نعمل لها مثلا زي سيشن تلت ساعه نص ساعه مثلا نشرح فيها ده، لو وقت حضرتك مثلا يسمح، يعني بحيث ان هي حتى كمان بكل تبقى يعني حاجه باذن الله لوجه الله يعني. لو اكيد ان شاء الله، اكيد حضرتك بكل تسمح سرور. لي. اكيد ان شاء الله، لنا الشرف. باذن الله. وشكرا لوقتك باشمهندس، شكرا للشباب جميعا، شكرا واتمنى لوقت نشوفكم حضرتك بخير. و-
وان شاء الله احنا السيشن ده هنرفعه على اليوتيوب، وباذن الله هشوف هقدر اعمل سب تايتل انجلش ولا لا، لان الموضوع كان يعني فيري كومبليكيتد في تفاصيل كتير جدا. في الموضوع. عادي، ممكن بعدين نعملها انجلش يعني عادي. عاشتيتكم استاذ ضياء واستاذ احمد، كلش عاشتيتكم. الله يعزك انا أكتر أنا شوية. هلا باشمهندس، هلا باشمهندس. حبيبي طبعا الله يحفظكم، موفقين. باشمهندس احمد طبعا احد اصدقائنا عنده اول مركز تدريب بالعراق كمان. الله يحفظك. باشمهندس احمد صديق من 3 سنين. الله يحفظك، بيكم الخير والبركه، والله مستمتع اني بالسيشن صراحه، هواي والنعم معلومات والنعم جديده. استاذ والنعم. ضياء خبير بالتبريد وضام علينا. العفو العفو، لا. من بعد. يحتاج كورس، يحتاج كورس ناخذ يمه بالاجواك. لا، الله بكل يحفظك. سرور. حتى باشمهندس احمد ماهر، لو حدا مرت معاه اي قضيه خاصه طبعا حتمر، يعني رقمي موجود معك، والجروب موجود، يعني اي حدا بتصادفوا فيكم مشكله الخير هيك والبركه بضمن والله. السايت كذا، موجودين ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله الله ان شاء الله. شكرا يحفظك. للشباب جميعا. شكرا ان شاء الله شكرا. كده لو في اي حاجه برضه هتبقى موجوده معانا تاني في السيشنات جايه باذن الله ان شاء الله هنعلن برضه عنها على يعني على السوشيال شكرا ميديا كلها، على التليجرام والواتساب والفيسبوك كبيج وجروب ان شاء الله. اهلا وسهلا بالشباب جميعا. شكرا للجميع، شكرا على شكرا وقتك. لك. شكرا شكرا يا شكرا. باشمهندس. مع السلامه. سلام عليكم.